السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن الدرس الاول للصف الرابع الابتدائي. هنتكلم عن ايه يا ميس؟ هنتكلم عن الايمان بالله تعالى وملائكته. اول حاجة هنعرف معلومة. هنعرف ايه؟ هسألكم اسئلة وهتجاوبوا عليا. اول حاجة، لو انا سألتكم وقلت لكم الشمس ينفع تيجي في يوم تقول انا مش هطلع النهارده؟ ايه ده؟ لا يا ميس طبعا. طيب الارض ينفع تقول محدش يزرع عليا السنه دي؟ لا يا ميس، ازاي؟ لا طبعا. يعني ربنا سخر لينا كل شيء على الارض، زي النبات والجبال والحيوان وحاجات كتير جدا، كل حاجه. تمام. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان ايه؟ ان ربنا سخر لينا كل شيء. طيب احنا عايزين نتكلم عن بداية خلق سيدنا آدم، ولكن قبل ما هنتكلم هنعرف معلومات عن الملائكة الأول. تمام؟ طيب عايزين نعرف مين هم الملائكة، عايزين نعرف اتخلقوا امتى، عايزين نعرف هم بيعملوا ايه. طيب أول حاجة هنعرفها مين هم الملائكة. طيب مين؟ هسألكم سؤال، هل الملائكة اتخلقت زينا وزي الشجر وزي السماء وزي الأرض وزي كل شيء، ولا إيه ولا لأ؟ نفكر شوية يا ميس. ما ربنا خلق يا ميس إيه؟ ما ربنا خلقنا وخلق الشجر وخلق الشمس وخلق الأرض وخلق كل حاجة، يبقى ربنا خلق الملائكة زي ما خلق أي حاجة. برافو عليكم. ربنا خلق الملائكة زي ما خلق أي شيء، هم خلق من خلق الله تعالى، ربنا خلقهم. طيب هسألكم سؤال، هل الملائكة اتخلقت من طين؟ ها؟ في ناس بتفكر، في ناس بتقولي لأ يا ميس. طيب الملائكة اتخلقت من ايه؟ ها؟ برافو، سمع حد بيقول لي يا ميس دي الملائكة اتخلقت من نور. برافو عليكم، أحسنتم. ربنا خلق الملائكة من نور. تمام. يبقى الملائكة اتخلقت زي أي حاجة ما ربنا خلقها. ربنا خلق الايه؟ الملائكة. تاني حاجة، الملائكة اتخلقت من نور. طيب هل الملائكة بتشرب وبتاكل؟ ايه ده؟ لا يا ميس، الملائكة ولا بتشرب ولا بتاكل. برافو عليكم، احسنتم. الملائكة ولا بتشرب ولا بتاكل. طيب الملائكة ينفع تقول لربنا لا او تعصي ربنا؟ لا يا ميس طبعا. اللي احنا نعرفه كويس جدا ان الملائكة بتعبد ربنا وما بتعصيش ربنا ابدا. يبقى الملائكة هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما بيعصيش ربنا لما ربنا بيأمرهم بشيء، وبيعملوا كل اللي ربنا بيأمرهم بيه. يبقى هنقول تاني، الملائكة مين اللي خلقهم؟ ربنا. يبقى هم ايه؟ خلق من خلق الله. ربنا خلق الملائكة يا ميس. طيب تاني حاجة، الملائكة اتخلقت من ايه؟ برافو عليكم، الملائكة اتخلقت من نور. طيب ويا ميس كمان هنقولك معلومة، الملائكة ولا بتاكل ولا بتشرب، لا يأكلون ولا يشربون. برافو. وكمان بيسمعوا كلام ربنا وما بيعصوش ربنا أبدا. تمام. طيب عايزين نعرف امتى اتخلقت الملائكة. هسألكم سؤال، الملائكة اتخلقت قبل سيدنا آدم ولا بعد سيدنا آدم؟ ايه؟ برافو، انا سامعة ناس بتقول يا ميس الملائكة اتخلقت قبل سيدنا آدم. قبل ما ربنا يخلق سيدنا آدم خلق مين؟ خلق الملائكة. يبقى الملائكة اتخلقت امتى؟ قبل سيدنا آدم يا ميس، قبل سيدنا آدم. طيب عايزين نعرف بقى عمل الملائكة. هي الملائكة بتعمل ايه؟ اه اقول لكم اول حاجة ان الملائكة بتعبد ربنا. اول حاجة ان الملائكة بتعبد ربنا، دايما بتعبد ربنا.
يبقى هو قال ايه؟ يعبدوا الله تعالى ويقدسوه. طيب في بقى من الملائكة دي مسؤول عن الوحي. يعني ايه يا ميس؟ يعني هو اللي كان بينزل الكلام من عند ربنا لأي رسول. ده مين؟ ده سيدنا جبريل. يبقى ومنهم من مسؤول عن الوحي اللي هو مين؟ سيدنا جبريل. لما اقول لكم مين اللي مسؤول عن الوحي هتقولوا لي سيدنا جبريل. طب انا هسألكم مين اللي مسؤول عن الوحي؟ سيدنا جبريل. برافو عليكم. طيب مش احنا في الشتاء بنلاقي الدنيا بتمطر؟ بنمشي في الشارع نلاقي مرة واحدة الدنيا ايه؟ مطرت جامد جدا. طيب ايه بقى المطر دوت؟ مين اللي بينزل المطر؟ اللي بينزل المطر ملاك اسمه ميكائيل. طب بينزل المطر لوحده؟ لا يا ميس، طبعا اكيد ربنا بيقول له، وهو بيسمع كلام ربنا وبيعمل ايه؟ بينزل المطر. طيب يبقى ميكائيل مسؤول عن ايه؟ انزال المطر. وجبريل عن الوحي يا ميس. يبقى ميكائيل مسؤول عن ايه؟ عن المطر، انزال المطر. تمام، اسمه ايه؟ ميكائيل. طيب ومنهم الكرام والكاتبون. يعني ايه؟ هو مش في ملائكة بتكتب لنا الحسنات والسيئات؟ صح كده؟ يا ميس، في ملائكة بتكتب لنا الحسنات والسيئات. مش ده الشغل اللي هم بيعملوه؟ عملوا الملائكة في منهم بيكتبوا لنا كل حاجة، كل اللي احنا بنعمله خير وشر. طيب هناخد الآية دي، ركزوا معايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب الآيات دي معناها إيه؟ ربنا بيقول إن ربنا اللي خلق إيه؟ ربنا قال لنا إن هو اللي خلق كل حاجة موجودة على الأرض، وبعد كده خلق السماء 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. يعني ربنا عارف اللي جوانا وعارف اللي احنا بنقوله. طيب ربنا قال للملائكة وإذ قال ربك للملائكة، ربنا قال للملائكة يا ملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يا ملائكة أنا هخلق في الأرض خليفة، هخلق في الأرض بني آدم. طيب قالوا له إيه الملائكة؟ قالوا له يا ربي أنت هتخلق في الأرض اللي هيفسد في الأرض وإيه؟ ويعاملوا بعض معاملة وحشة ويموتوا بعض، وإحنا يا ربي إيه؟ بنسبح يا ربي بحمدك وإيه؟ ونذكرك يا رب ومن إيه؟ وبنطيعك وما بنعصكش أبدا. فربنا قال لهم إيه؟ أنا عارف أكتر منكم، عارف أكتر ما أنتم إيه؟ ما أنتم تعرفوا. طيب هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم دلوقتي عن أركان الإيمان. طيب إيه هي أركان الإيمان؟ ركزوا معايا. أركان الإيمان 6. إيه هي أركان الإيمان؟ أول حاجة بنؤمن بمين؟ بربنا. الإيمان بالله تعالى. بنؤمن بمين أول حاجة؟ ربنا. طيب مين اللي مع ربنا؟ الملائكة. مين اللي مع ربنا؟ الملائكة. يبقى احنا أول حاجة بنؤمن بربنا، تاني حاجة مع ربنا الملائكة. طب تالت حاجة مين اللي بينزل مش الملائكة بتنزل كتب من السماء صح كده للأرض؟ صح؟ يبقى الإيمان بإيه؟ بالكتب السماوية. يبقى أول حاجة ربنا، مع ربنا الملائكة. الملائكة بتنزل إيه؟ كتب. بتنزلها على مين؟ الإيمان بتنزلها على الرسل. يبقى الإيمان بالأنبياء والرسل.
طيب بعد ما نعبد ربنا ونعيش حياتنا مش بنموت وبيبقى في يوم آخر؟ يا ميس اللي هو يوم القيامة. يبقى الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر. وآخر حاجة الإيمان بالقضاء والقدر. بنؤمن بالإيه؟ بأي شيء يحصل لنا، أي حاجة تحصل لنا في الدنيا بنؤمن بيها. تمام؟ يبقى أسمع منكم تاني. أول حاجة الإيمان إيه؟ بالله يا ميس. تاني حاجة ها الملائكة، عشان مع ربنا يبقى الملائكة. الملائكة بتنزل ايه؟ كتب، يبقى الإيمان بالكتب. على مين؟ على الرسل. رابع حاجة يبقى الإيمان بالرسل. بعد كده بعد ما نعيش حياتنا يا ميس وبعد كده بنموت، نعمل ايه؟ ربنا بيحيينا كلنا عشان يحاسبنا ايه؟ يبقى الإيمان بإيه؟ باليوم الآخر. وآخر حاجة يا ميس الإيمان بالإيه؟ بالقضاء والقدر. طب خيره وشره. تمام كده؟ طيب هنمسح ده وبعد كده نعمل ايه؟ نشرح الصفحة التانية وبعد كده اشوف انتوا شاطرين ولا لأ، وهتعرفوا تحلوا بقى الايه؟ ايه الأسئلة اللي بعدها لوحدكم ولا لأ. تمام؟ طيب هنتكلم عن بداية الخلق. هنقول ايه هنا بقى؟ ربنا خلق سيدنا آدم ليه؟ لعمارة الأرض وتنفيذ أوامر الله. يبقى ربنا خلق سيدنا آدم ليه؟ لعمارة الأرض وإيه؟ وتنفيذ أوامر الله، عشان يسمع كلام ربنا. تمام كده؟ طيب إحنا قلنا إن الملائكة سألت ربنا وقالت له يا ربي، سألته عن إيه؟ عن الحكمة من خلق البشر. يا رب هتخلق ليه بشر؟ هتخلق ليه خليفة؟ مع إن قلنا إيه؟ في منهم هيفسدوا في الأرض وهيعاملوا بعض معاملة وحشة. فربنا قال لهم إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. ربنا قال لهم إيه؟ قال لهم أنا عارف أكتر منكم. طيب يعني ربنا يعلم ايه المصلحة من ايه؟ من ايه؟ من خلق آدم. يعني ربنا عارف هو خلق سيدنا آدم ليه وايه الحكمة. مش في أنبياء وصالحين وعلماء من ذرية سيدنا آدم؟ يا ميس في طبعا، في أنبياء طبعا، وفي ناس كويسة صالحين وفي علماء طبعا. يعني ربنا جعل من ايه؟ من ذرية سيدنا آدم برضو الناس الكويسين اللي هما مين؟ الأنبياء والصالحين والعلماء. وفي ناس كتير مؤمنة بربنا وبتسمع كلام ربنا. طيب يبقى في حكمة ولا لأ؟ يا ميس في حكمة طبعا من خلق ايه؟ ان ربنا خلق ايه؟ خلق سيدنا آدم وخلق خليفة. طيب هنتكلم عن بقى العلم. ربنا قال لنا ايه عن العلم؟ ربنا قال لنا ايه عن العلم؟ ربنا علم سيدنا آدم كل حاجة. ربنا علم سيدنا آدم ايه؟ كل حاجة. طيب دي دلالة على ايه؟ يعني العلم مهم يا ميس. العلم مهم جدا. الانسان بحاجة الى العلم. الانسان عاوز ايه؟ يتعلم. يعني احنا يا ميس لو اتعلمنا بناخد حسنات كتير. بتاخدوا حسنات ايه؟ حسنات كتير جدا. طيب وعلشان الانسان يبقى في مرتبة اعلى لازم يعمل ايه؟ لازم يتعلم. احنا ازاي هنعمل ايه؟ ازاي هنعمل ايه؟ آه هنبقى افضل. ازاي الحياة هتبقى افضل؟ بالايه؟ بالعلم والمعرفة. العلم هقول لكم العلم زي ايه؟ زي ما نكون مثلا قاعدين في اوضه ضلمه. انت قاعد في اوضه ضلمه شايف حاجه؟ لا انا مش شايف حاجه يا ميس. طيب لو انا جبت مصباح، مصباح بينور كده، جاء وابتدى ينور الاوضه. لو الاوضه النور بتاعها، المصباح النور بتاعها ضعيف جدا، هنكون شايفين حاجات بس بسيطه. طب لو النور اقوى هنشوف اكتر. النور اقوى هنشوف اكتر لغايه ما نشوف ايه؟ كل حاجه حوالينا. العلم كده، كل ما بنتعلم كل ما ايه؟ ما بنعرف اكتر. كل ما يكون عندنا المعرفه ايه؟ اكتر. تمام كده؟ طيب احنا دلوقتي خلصنا. تمام كده؟ عايزاكم تعملوا ايه بقى؟ تعملوا ايه؟ تحلوا الاسئله. مش عارفه هتشوفوها ولا لا. اسئله اهي. تمام.
نمسح دي. وفي أسئلة تانية. طيب هنعمل ايه يا ميس؟ هنزل فيديو لوحده إجابة عن الأسئلة دي، وتكونوا ايه، تكونوا انتم حليتوا وتكونوا سامعين نحل مع بعض الأسئلة كلها. تمام، اتفقنا؟ هنتقابل إن شاء الله بإذن الله الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.